لا تزال الصور التي صنعوها مرتسمة في عقول عشاق الساحرة المستديرة. طرب أقدامهم صنع سيمفونية خاصة استمتعن بها وتمنين أن تطول وأن لا تنتهي أبدا، ولكن الطريق الذي اختارته أقدامهم ومشاكلهم خارج أرضية الملعب عجلت باختفائهم في جو جنائزي حزين. 5 لاعبين حطمتهم المزاجية وعدم الانضباط والظروف التي مروا بها، فمنعتهم من الوصول والاستمرارية في المستوى العالي طويلا. أول لاعب سنبدأ معه هذه السلسلة أدريانو ليتريبيرو. الكثير نتوقع أن يكون النجم الجديد للكرة البرازيلية، اللاعب الذي امتلك كل مواصفات اللاعب المتكامل، هداف ومراوغ ومسدد من الطراز الأول. كل شيء كان مثاليا في مسيرة أدريانو حتى توفي والده، السند الذي يرتكز عليه والرجل الذي غير مسار حياته. بعد تلك الحادثة توقف عقل أدريانو وفقد الرغبة والشغف في الملاعب. Eu não tava com cabeça não, negão. Não era mais eu. Depois que meu pai morreu, né? Não vou botar a culpa no meu pai não, mas isso mexeu um pouquinho com a minha cabeça. Eu não conseguia mais ser eu. Eu não conseguia mais jogar. Sabe, com alegria. Sabe, com aquela paixão mesmo de... Eu não tava conseguindo, cara. لقد كان يحضر للمباريات بجسده فقط، كان يمارس كرة القدم بدون روح، انهارت كل قدراته. لم يعد ذلك الحيوان الذي يسقط أقوى مدافع في العالم، لم يعد ذلك الكابوس الذي تخشاه الفرق. انتهى ذلك المرعب الذي اندهش إبراهيموفيتش من قدراته. I mean, I played with great champions. I played with players that already was wow. I played with players that I saw was a talent, became wow. But the one I felt that could do it longer was, and he didn't do it, was Adriano when I was in Inter. That for me was, when I came to Inter, the first thing I said to the president, I demand him to stay because he's the player I want to play with. Because the way he was an animal. He could shoot from every angle. Nobody could tackle him. Nobody could take the ball. He was a pure animal. But it lasted for a short time. Why do you think? I don't know. Like I said, 50% of everything you do is the mental part. If you don't have it in your head, it's difficult. So in his case, I enjoyed playing with him. I saw him. I was happy that I played with him, against him. So it's a shame that it lasted so short time only. بدأ اللاعب مسيرته مع نادي فلامينغو وانفجرت موهبته مبكرا. 46 مباراة سجل فيها 44 هدف ليخطف أنظار عمالقة أوروبا. حنكة مراتي كانت الأسبق لاصطياده ليوقع رفقة نيراتزوري. سجل أدريانو هدفه الأول بقميص الإنتر ضد ريال مدريد من مخالفة أظهرت فتك قدمه اليسرى. تمت إعارته لفيورنتينا موسم 2002 ولعب مع نادي فلورنسا 15 مباراة وسجل 6 أهداف. بعدها انتقل أدريانو للعب في نادي بارما بعد صفقة ملكية خاصة لموسمين بمبلغ 8 ملايين يورو، يستحوذ من خلالها الإنتر على فابيو كانافارو. تحت قيادة تشيزاري برانديلي شكل أدريانو ثلاثيا مرعبا رفقة الياباني ناكاتا والروماني أندريان موتو، وسجل 22 هدفا في 36 مباراة. قرر الإنتر إعادته للفريق
في جانفي من 2004 بعدما دفع مبلغ 23 مليون يورو لبارما، وتمكن من تسجيل 12 هدفا في الفترة المتبقية من الموسم. سجل أدريانو 42 هدفا في كل المسابقات بين فترة جويلية 2004 وجوان 2005، واحتل المركز السادس لجائزة أفضل لاعب في العالم. كان الانتريستا وموراتي يرون فيه الظاهرة الجديدة بعد رونالدو، لذلك تم تجديد عقده سنة 2005 ليمتد حتى جوان من 2010. تلقى أدريانو عرضا خياليا من تشيلسي في تلك الفترة بمبلغ 100 مليون يورو، لكنه رفض العرض لإخلاصه للفريق، ورئيسه موراتي بوجه التحديد. Eu poderia ir pro Chelsea. E não fui por causa de consideração pro Moratti. Sério? Teve chance de ir pro Chelsea? Na época era 100 milhões. Caraca. Por Deus. E você não quis ir pra Inglaterra, não? Eu voltei pra Inter. سجل أدريانو أول أهدافه مع منتخب البرازيل سنة 2003 في مباراة ودية ضد نيجيريا. كان أبرز لاعب في كوبا أمريكا سنة 2004، وحصد جائزة أفضل هداف برصيد 7 أهداف، منها هدف التعادل في الدقيقة 93 في النهائي الشهير ضد الأرجنتين. بعدها شارك في كأس القارات سنة 2005 وواصل تألقه. توج كأفضل لاعب في البطولة وهدافها ب5 أهداف، منها ثنائية في شباك الأرجنتين في النهائي، والتي انتهت برباعية. الكل توقع طغيانه رفقة البرازيل في مونديال ألمانيا سنة 2006، ولكن حدثت المفاجأة. لم يتمكن الرباعي أدريانو ورونالدينيو ورونالدو وكاكا من تجاوز عقبة ديوك بقيادة زيدان في الدور الربع النهائي. بعد سنة 2006 التي شهدت وفاة والده، بدأ مستواه في النزول. بين قوسين، الدافع الذي كان يجر أدريانو للعب كرة القدم هو والده وكسب المال. هذا الأخير أصبح في جعبته الكثير منه، رصيده المصرفي امتلأ، وأصبح يصرفه للشرب فقط، ولم يعد يكلف نفسه عناء التدريب. الحداد على والده أدخل مسيرته هي كذلك في حالة حداد.